أهلا بيكم في قناتي عالم السعادة. قصتنا النهاردة عن ثورة الغضب. يحكى إن في ولد صغير السن سريع الغضب قرر والده إنه يعلمه السيطرة على غضبه. أحضر ليه مطرقة وكيس من المسامير وطلب منه إنه يدق مسمار واحد في السياج في كل مرة يفقد فيها أعصابه ويستسلم لغضبه. في اليوم الأول دق الولد 37 مسمار، وكذلك الحال في الأيام التالية. لكن بمرور الوقت بدأ عدد المسامير يقل تدريجيا حتى تمكن بعد مدة من السيطرة تماما على غضبه، لأنه وجد أن التحكم في مزاجه أسهل بكتير من دق المسامير المرهق. سارع الولد إلى أبيه ليبشره بالخبر السار، فطلب منه والده أنه ينزع كل المسامير اللي دقها خلال نوبات غضبه اللي فاتت. مرت الأيام وتمكن الولد من نزع كل المسامير مثلما طلب والده، وذهب إليه يخبره. سار الأب مع ابنه إلى السياج، وقال الأب له: أحسنت صنعا يا بني، لكن انظر إلى هذه الحفر التي أحدثتها في السياج، فكما ترى من المستحيل أن يعود السياج إلى سابق عهده. كذلك الحال حينما تغضب، ما تتفوه به من كلمات لحظة غضبك قد يترك آثارا في قلوب البشر مثل هذه تماما. يمكنك أن تغرس سكينا في قلب أحدهم ثم تنزعه بسهولة، تستطيع بعدها أن تعتذر ما شئت، لكن الألم سيبقى والجرح لن يزول. العبرة المستفادة ايه بقى من قصتنا النهاردة؟ تحكم في غضبك ولا تقل أشياء في ثورة غضبك قد تندم عليها لاحقا، فالقلوب إن كسرت من المستحيل أن تعود كما كانت. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة. لو عجبتك دوس لايك واعمل سبسكرايب عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا هنزله. استنوني في قصة جديدة. مع السلامة.